شركات اتحاد الملاك لبناء العمارة، هل هي فرصة لتوفير 30% ولا هي مخاطرة كبيرة ممكن تحملك تكلفة أعلى من السوق بكتير؟ خلينا نبدأ بسؤال مباشر. لو جه حد قالك تقدر تمتلك شقة وتوفر أكتر من 30 أو 20% من تكلفتها في السوق وكمان من غير ما تشتري من مطور عقاري، هتتحمس؟ طب استنى نفهم الصورة كاملة الأول. في شركات بقت تشتغل بنظام المشترك أو بنظام اتحاد الملاك. الفكرة شكلها مغري جدا بس محتاجة منك وعي قبل ما تدخل فيها. خلينا أشرح لك كل حاجة من البداية. أولا، يعني إيه شركة اتحاد ملاك؟ الشركة هنا مش شركة مطور عقاري، هي بتعمل دور منسق للمشروع، مدير تنفيذي، مشرف هندسي، منظم للشراكة بين العملاء، وبتجمع عدد معين من الأشخاص 6 أو 8 أو 10 من الشركاء ويشتروا الأرض مع بعض ويبنوا العمارة وكل واحد بياخد شقته بسعر التكلفة تقريبا، يعني بتلغي هامش ربح المطور. لكن هنا انت مش مشتري، انت هنا شريك، ودي اهم نقطة انت لازم تفهمها. الفرق بين النظام ده ونظام المطور العقاري، المطور بيشتري الارض لنفسه وهو بيتحمل المخاطر بنفسه وبيدير كمان التنفيذ وبيبيع بالسعر يشمل الربحية. ولكن في البناء المشترك العملاء هم نفسهم ملاك الأرض وبيتحملوا المخاطر بالكامل، والشركة المنفذة بتاخد أتعاب التنفيذ، يعني العائد أعلى بس المسؤولية كبيرة. خطوات المشروع بتمشي إزاي؟ 1. توفير الأرض، إما الأرض بتكون ملك الشركة أو بتوفر أرض تكون مناسبة ليكم تعرضها عليكم، وهنا لازم تتأكد من سلامة الملكية وقابليتها للتسجيل ورخصة البناء والاشتراطات البنائية مع الجهاز. أي خطأ في المرحلة دي أعرف إنه في كارثة قدام. تاني حاجة عقد الشركة، وده أهم ورقة في المشروع كله. لازم يتكتب حصة كل شريك وشقته الدور الكام ورقمها كام والمساحة بتاعتها والتفاصيل بتاعتها، وكمان طريقة سداد الدفعات، وفي بند جزائي للتأخير في الدفعات، وكمان آلية خروج الشريك وآلية حل النزاعات. بدون عقد قوي ومحامي متخصص ما تدخلش. ثالث حاجة التكاليف والمقايسة، واخطر نقطة في النظام ده هي زيادة تكلفة التنفيذ، لانه اسعار مواد البناء زي الحديد والاسمنت متغيرة، ولازم يكون في مقايسة تفصيلية من البداية وجدول زمني للتنفيذ، وكمان تعملوا احتياطي من 10 ل 15% للطوارئ، وبند واضح للتعامل مع اي زيادة مستقبلية. لو الشركة قالت لك انه مفيش اي زيادة خالص لازم تقلق. رابع حاجة إدارة التنفيذ، مين اللي بيشرف؟ مين المهندس الاستشاري المستقل؟ ولا هي الشركة نفسها؟ ولازم يكون في رقابة فنية وحقيقية وفي تقارير دورية تطلع للشركاء، لأنه أي خطأ إنشائي تكلفته هتتقسم عليكم كلكم. خامس حاجة التزام الشركاء بالسداد، أكبر خطر في النظام ده لو الشريك اتأخر في سداد الدفعة بتاعته، وبالتالي المقاول بيوقف شغل وكده المشروع لازم هيتعطل، وباقي الشركاء بيتحطوا في ضغط. لازم يكون في بند جزائي واضح وآلية استبدال الشريك المتعثر. طب ايه المميزات الحقيقية في الفكرة دي؟ سعر أقل من السوق، تحكم في التصميم، اختيار التشطيبات، بتختار جيرانك بمعرفتك، الشفافية في التكلفة. ولكن ده بيشتغل لما تكون الإدارة قوية. أهم المخاطر وجود خلافات بين الشركاء، تأخير في التنفيذ، الزيادة الغير محسوبة في التكلفة، ضعف خبرة الشركة المنفذة، والعقود تكون ضعيفة. خلينا أكون صريح معك، النظام ده بينجح لما تكون الشركة محترفة فيه والشركاء ملتزمين والعقود قوية وفي شفافية كاملة، وبيفشل لما كل شريك بيفكر لنفسه وما يبقاش فيه تنظيم وما يبقاش فيه خبرة هندسية ولا فنية. طب امتى اقول لك ادخل وانت مطمن نسبيا؟ لو الشركة المنفذة عندها سابقات اعمال بنفس النظام لمشاريع تم تسليمها قبل كده، وفي محامي بيراجع العقود بالتفاصيل بعيد عن الشركة المنفذة، ويكون عدد الشركاء محدود مش يوصل ل 20 شخص. طب امتى اقول لك بلاش؟ لو الشركة المنفذة جديدة وملهاش تاريخ او سابقة اعمال والوعود غير مكتوبة ومفيش جدول زمني واضح ولا مقايسة للتنفيذ ومفيش خطة آلية انسحاب شريك متعثر، ساعتها هتكون المخاطر عالية جدا جدا. أهم سؤال تسأله لنفسك، هل أنا داخل عشان أوفر فلوس بس ولا أنا فاهم إن أنا شريك في مشروع تطوير عقاري كامل؟ لأنه هنا مش عميل بيستلم مفتاح،
انت جزء من القرار وجزء من المخاطرة وجزء كمان من المسؤولية. الخلاصة، شركات اتحاد الملاك للبناء ممكن تكون فرصة ذكية جدا لو اتعملت باحتراف، وممكن تكون تجربة مرهقة جدا لو انت دخلت بدون وعي. فرق 30% ده فعلا شيء مغري، لكن الأهم من التوفير هو الأمان والتنظيم. العقار مش مجرد متر وسعر، العقار إدارة وشراكة والتزام طويل المدى.